هذا الموتور توني مشغله عندك، هذه بتكلفك 100 إلى 150 ريال. الكسر هذاك في كل الجموس معروف زي ما قلت لك هذول، أو أتوقع ما قلت لك هذه ملبسة، هذه الوكالة تحت أتوقع أنها تلبست من راعيها اللي قبل على وكالتها. هذا الموتور زي ما انت شايف، هذه تروح بغسيل تفصيلي تقريبا 150 ريال. عندك هذه الحكة، عندك حكوك بسيطة تلقيط، عندك هذه تقريبا بتكلفك 100 موجودة قاعدتها وموجودة المساحة بس ما ركبتها، بس ما راح تكلف، بس ما أدري وش مشكلتها الصراحة. هذه لزق تشيلها بغرة، عشان أنا كانت عندي بتنفك هذه، شوف تقدر تشيلها بغرة. هذا الموتر، هذه حكة، هذه حكة ثانية، هذه حكة هنا، هذه حكة. التبهيت زي ما انت عارف اليوكن موجود هنا، وهذا مبهت، والسقف ما يضرك كمستعمل، بعدين جيت تبيع عاد هنا موضوع ثاني. انا جتني حادث كامل، هذا غيرت الشمعات وسمكرت الكبوت وغيرت الوجيه كاملة، وهذا صوت الماكينة يبيله تغيير زيت لان انا ما غيرت، وبعدها يهدى صوت الماكينة ويطلع صوت افضل. وهذه خلني اوريك اللي ورا، يبيله تغيير كفر واحد لاني ركبت استبنة لان مع الوقفة. هذه الداخلية، اعذرنا عاد عن الوساخة، لكن تلقيط بسيط في الداخلية، كل شيء موجود امامك. بسم الله ما شاء الله. وعنده برضو تسكيرات الباب، عارف انت تجيك مشكلة الجموس تحط لها زي هذه، صوت تسكيرة الباب امورها كويسة، والجلد اللي هنا كويسة ما قد غيرتها من الوكالة. وهذه امور الموتر.